عظيم يا بنات. بصوا هتغنيكم عن اي باتشز بتشتروها بالالوفات. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا انا بكلمكم دلوقتي وانا متاكده ان اغلبيتنا، ده لو مش كلنا يعني، بنعاني من عيون الباندا، وهي الهالات السوداء، خصوصا في رمضان. رمضان يعني تعب، سهر، مجهود، قله نوم، يعني حاجات كتيره. فطبيعي جدا ان وشنا يبان اصلا مجهد، والهالات السوداء بتزيد بطريقه فظيعه. فالموضوع طبعا ما ينفعش، عايزين ندخل العيد ووشنا بيكون كده ايه، بينور. فهعمل لكم دلوقتي روتين سهل جدا وبسيط بمكونات طبيعية موجودة في مطبخك، مش هتكلفك أي فلوس خالص، وكمان النتيجة هتبهرك جدا جدا جدا. فيلا بينا. أول حاجة هنعملها هو الماسك. هنعمل ماسك اللي هو العسل والقهوة. هنجيب معلقتين صغيرين من القهوة. تمام. القهوة دي يا بنات بتعمل على تنشيط الدورة الدموية، يعني فظيعة، وكمان بإيه، بتقلل إيه التعب شوية تحت العين. وهنجيب بقى نحط معلقة عسل ونقطتين ميه. تمام. العسل طبعا بيرطب الجلد. وهنقلبهم مع بعض. شوفوا كده الماسك خلص، مفيش اسهل من كده. بس خلص الموضوع، مفيش اسهل من كده. عسل وقهوه وميه بس، كده خلصت الماسك. بعد كده بناخد الماسك وبنحطه تحت عينينا. لو انتي ما عندكيش معلقه الماسك دي، ممكن تعملي بظهر المعلقه عادي خالص. المهم يا بنات بتحطي بقى ايه، بالراحه خالص، علشان خاطر المنطقة اللي تحت العين دي الجلد بيبقى فيها رقيق جدا. اهو، بالراحة خالص. بس كده. بتسيبيه بقى على عينيكي لمدة ربع ساعة، وبعد كده بتغسليه. تمام. في خلال بقى الربع ساعة دول تعال نحضر مع بعض الباتشز. يلا بينا. الباتشز بقى اللي هنعملها عبارة عن ايه؟ هنجيب خيار وهنجيب بطاطس وهنبشرهم الأول بشر ناعم كده خالص، عايزينها بشر ناعم. تمام. ادي الخيارة نقعد نبشرها. الخيار طبعا معروف ان هو بيرطب الجلد جدا، وبيهدي الانتفاخات اللي تحت العين، وكمان بيقلل من الهالات السوداء، من اللون، من الغمقان اللي تحت العين. يعني الخيار معروف جدا يعني. تمام. بعد كده هنبشر الايه، البطاطسايه. البطاطس بقى فيها انزيمات بتفتح لك الغمقان اللي تحت العين ده بطريقه طبيعيه جدا وبشكل سريع. فيعني يعني النتيجة بتاعتها بجد بصراحة مبهرة. هنجيب بقى صفاية من اللي هي الضيقة دي ونصفي اللي احنا عملناه ده الأول. تعالي بس الأول ايه، نخلطهم في بعض كده عشان الخيار يدخل مع البطاطس بالظبط كده. تمام. هناخدهم بقى وايه ونعصر. عايزين بس ننزل ايه المية بتاعت الخليط ده. بس كده هنكون خلصنا. في اسهل من كده؟ بص بقى، لو انت عندك بقى المناديل بتاعه العين جاهزه في البيت، تمام. لو مش جاهزه، انا بجيب اللي هي المناديل المطبخ اللي هي بتبقى تقيله شويه دي، وبقصها كده وخلاص على كده، يعني بسهوله جدا اهي. اهو عملتها. بحطها بقى ايه هنا. هعمل كذا واحده مش واحده بس. بس كده يا بنات. هنحطها بقى في التلاجة لمدة تلت ساعة، نص ساعة، في التلاجة مش في الفريزر. تمام. وبعد كده نطلعها من التلاجة بقى نحطها تحت عينينا. بصوا شوفوا الماسك نشف خالص اهو، عدى ربع ساعة. بصوا نزل المية من هنا. المهم هروح بقى ايه اغسل وشي، وهستنى شوية تكون الباتشز اللي احنا حضرناها دي تلجت شوية، وارجع تاني بقى احطها على عينيا. تمام. تمام. غسلنا وشنا من الماسك وجبنا الباتشز. بصوا بقى، شايفين الباتشز بعد ما اتلجت بقت عامله ازاي؟ عظيم يا بنات. بصوا هتغنيكم عن اي باتشز بتشتروها بالالوفات. بجد حلوه جدا، والنتيجه بتاعتها فظيعه. شوفوا. ولا احلى. اه. 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 بس
وبس كده. هتسيبيها بقى على عينيكي من تلت ساعه لنص ساعه وبعد كده تشيليها. انا هستنى لما الوقت ده يعدي وهرجع لكم بقى تاني باخر خطوه. عدى كده خلاص نص ساعه، فيلا نشيل الباتشز. اوف، كميه طراوه بتحسيها فظيعه، حلوه قوي. تالت خطوة يا بنات واخر خطوة، وكمان دي خطوة مهمة جدا، وهي زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو. انا ما كانش عندي زيت لوز الحلو بس عندي زيت الزيتون، فهستعمل دلوقتي زيت زيتون نقطة بس كده تحت العين. طب ليه بقى الخطوة دي مهمة؟ الخطوة دي مهمة لان الزيت بيحبس لك الفوائد اللي موجودة اللي انت خدتيها من الخيار والبطاطس اللي عملناهم من شوية، اللي هي الفوائد والايه والترطيب، يحبسهم لك جوه ايه، جوه الجلد. فلو انت ما عملتيش الخطوة دي الجلد هيرجع ينشف من تاني. ده غير طبعا ان زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو فيهم ايه، فيتامين اي، واللي هو بيقلل لك من التجاعيد والخطوط الرفيعه حوالين العين، فدي برضو فايده مهمه جدا. بس كده، مفيش اسهل من كده. 3 خطوات بساط سهلين بمكونات كلها موجوده في البيت، خلصنا الروتين تبع الهالات السوداء. بتعمليه من مرتين ل3 مرات في الاسبوع. الروتين ده بجد حلو وسهل وبمكونات موجوده في كل بيت، ومش هيكلفك اي فلوس ولا اي وقت خالص. وبس كده. فلو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب. على فكره الفيديو اللي جاي هنعمل لفات طرح كده حلوه بخصوص العيد، فمتنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي باي.